معظم الناس لا يعرفون الفرق بين المملكة المتحدة وإنجلترا وبريطانيا العظمى. كل واحد من هذه الأسماء يستخدم عادة لوصف هذه المنطقة بشكل عام، لكن ماذا يعني كل مصطلح؟ إنجلترا تتكون من هذه المنطقة وعاصمتها لندن، وبريطانيا العظمى تتكون من إنجلترا واسكتلندا وويلز. تنقسم إيرلندا إلى جزئين، الجزء الجنوبي وهو جمهورية إيرلندا، والجزء الشمالي الذي يعرف بإيرلندا الشمالية. المملكة المتحدة تتكون من بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. كل واحد من هذه الدول الأربعة له عاصمته الخاصة. عاصمة إنجلترا هي لندن، وعاصمة ويلز هي كارديف، وعاصمة اسكتلندا هي إدنبورغ، وعاصمة إيرلندا الشمالية هي بلفاست. على الرغم من أنهم يشتركون في حكومة مركزية في لندن، فإن كل دولة لديها درجة معينة من الاستقلالية مع برلماناتها وأنظمتها القانونية الخاصة. تجدر الإشارة إلى أن الجزر البريطانية تشمل كل إيرلندا وكل بريطانيا العظمى، وكذلك العديد من الجزر الصغيرة الأخرى مثل جزيرة مان وجزر القناة، رغم أن الأخيرة لا تشكل جزءا من المملكة المتحدة. يمكنك إعادة الفيديو لفهمها أكثر.